أهلا وسهلا فيكم يا أحلى متابعين، ويسعد أوقاتكم ويسعد صباحكم، ويا صباح كب القهوة. والله يجعل أيامكم كلياتها منورة بأنوار النبي، وكلياتها رضا وهنا وسعادة من عند رب العالمين. وهذا يومنا الرابع من رحلتنا على هولندا، وحبيت شارككم إياه. وأنا كتير بنزعج وقت بتنكب القهوة، بس اليوم ما انزعجت، لأنه بين هالطبيعة هي أكيد الواحد ما فينه ينزعج. فهنا شربت القهوة وحابة أطلع أعملكم فتلة بناء على طلب من الصبية. قالت لي يا ريت تصورينا المكان حواليكي، كل زاوية فيه. هلأ ما فيني أصور أنا كل زاوية وكل مكان، بس صورت قدر المستطاع. هلأ بين كل كذا بيت في فسحة آه، فاضية، وبعدين مثلا بيجي كل كذا بيت في أنشطة للأولاد، في مرجوحة، زحليطة، كمان في ناس بيقولوا لها زحليقة. وهذا الطريق أنا كان الحمد لله إنه البيت اللي حارزينه قريب على المسبح، فما كتير بعيد. هلأ هذا الطريق بيودينا كمان على المسابح. هو هون ما كان في بس مسبح واحد، في كذا مسبح. مسبح للأطفال، يعني بين عمر هيك شهرين لعمر السنتين. وفي مسبح يعني بين ال4 سنين، أو يعني بدنا نقول سنتين لل4 سنين 6 سنين اللي ما بيعرفوا يسبحوا. بعدين في مسبح بيجي للناس اللي ما بتعرف تسبح، يعني يا دوب متر. وفي مسبح للناس اللي بتعرف تسبح، والأحلى من هيك في المسبح المغلق. هلأ المسبح المغلق كتير لذيذ، ميته دافية كتير، وكل شوي على تجديد. يعني انه انتو بالمي بتحسوا المي عم تجدد حالها بحالها. والصراحة نظافة نظافة ما طبيعية. يعني أنا بالعادة وقت إنه بيروحوا بناتي على مسبح فبنزعج شوي، إنه لا ماما في كلور، لا في كذا. الصراحة في كلور بس ما بتنزعجوا منه. ودائما عم تتجدد المي، دائما عم تتصفى، كتير لذيذ. فهون الصبح بعد ما انكبت القهوة وشربتها، حطيت ذهب بالعرباية وطلعت انه فرجيكم هالصباح. وهون رجعت كان طالعة الشمس شوي، بس والله في هوا، شايفين كيف المحرمة. فوقت رجعت دغري قليت فلافل مشان يفطروا البنات ونفطر نحن معهم. وبعدين بدنا نروح كمان أنا وياكم رحلة كتير حلوة على مدينة روتردام. هي المدينة عن جد ساحرة. فهون والله يا بنات خلصنا فطور ولبسنا وانطلقنا وتوكلنا على رب العالمين، ودعينا دعاء السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر، وقلنا يا رب. فكان الطريق الصراحة كتير حلو وكتير لذيذ، وكتير ممتع كمان. وبين المكان اللي حارزينه ومدينة روتردام تقريبا ساعة وربع. ما شاء الله مليان مناظر طبيعية. الطريق شي بيشرح الصدر. على اليمين وعلى اليسار بتشوفوا مزارع خضراء ممتدة، يعني على مد عينكم والنظر. أبقار، أغنام، بيوت ريفية صغيرة كأنه طالعة من لوحة عن جد. أنا يعني هذا الجو بعشقه. الطريق بهولندا صراحة كمان له طابع خاص، يعني كل شيء منظم، الشوارع واسعة ونظيفة. صراحة كتير هولندا نظيفة. أما عن الأشجار ما شاء الله على الجوانب، بتخلي المشهد لوحة فنية من عند رب العالمين. دخيلك يا رب على هالطبيعة ما أحلاها. والصراحة يعني الجو كمان مميز، حتى الغيوم إلى شكل حلو وكأنه ماشي معنا خطوة بخطوة خطوة بخطوة. وهلا شو اللي بيحلي أنا طريقي انتو بتعرفوا؟ فنجان القهوة اللي بيخلي الطريق عن جد أحلى وأحلى. وما بعرف شلون بدي أوصف لكم، أنا كتير بحب المشوار الطريق أكثر لسه من المشوار. يعني انه بعد ما اوصل انه عادي، بس انا بنبسط على الطريق اكتر مع فنجان القهوة، مع التأمل بالطبيعة. كتير بحس حالي انه مبسوطة فيها لسه اكتر من المشوار بحد ذاته. فهون زوجي جاب قهوة إله وإلي، والصراحة شربت له أنا كمان فنجانه. وهون بلشنا ندخل مدينة روتردام. هي المدينة اللي بتجمع بين البحر والفن والتطور والإبداع.
هي قلب هولندا النابض عن جد، وبوابة البحر لأوروبا، وبتجمع بين الحاضر والماضي. وناطحات السحاب، انتوا لاحظتوا معي ما شاء الله، ناطحات السحاب والقنوات المائية مدينة لحالها، وفيها متحف هندسي بس صراحة ما رحنا له لأنه ما في وقت. الإجازة يعني قصيرة، ما فينا إنه كثير نتأمل بكل مدينة يعني بحذافيرها، بس بنروح على الأشياء المشهورة فيها، وهذا هو. فنحن رحنا على مول، ورحنا على نهر الماس جنب المول. واللهم صل على النبي، كمان رحنا على القناة. فهي المدينة روتردام هي مدينة أعادت بناء نفسها من جديد بعد الحرب، وصارت اليوم واحدة من أجمل المدن الأوروبية، مليانة فنون، حداثة، حياة بين ناطحات السحاب المبهرة ما شاء الله. القنوات المائية الهادية. روتردام بتعطيكي إحساس أنك بعالم بيجمع بين الراحة والتطور بنفس الوقت. وهي مدينة الميناء الأكبر بأوروبا، المكان اللي بنشوف فيه ثقافات مختلفة متعايشة، موسيقى بالشوارع، أسواق عامرة بالطاقة. روتردام هي مدينة عصرية، لوحة فنية مفتوحة. واللي بيميزها أكتر شيء المول الكبير اللي اسمه ماركت هال. هذا المول كتير مشهور بروتردام، وهو فعلا جنب النهر، وبيعطي جو رائع، وبيتميز انه هو مو بس انه سوق عادي، هو بيجمع بين عدة ثقافات. هلأ هذا هو بناؤه، شوفوا ما شاء الله، صورته من كذا جناب كرمال تشوفوا المدخل اللي فيه. بعد ما ندخل فيه هون بتشوفي السحر، السحر بين الجدران، بين البائعين، بين الثقافات المختلفة، بين أنواع الأكل المختلفة. عن جد أنا سحرني هذا المول الصراحة. والأجمل إنه هذا المول جنبه نهر، النهر فظيع الصراحة. أنا أول مرة بشوف نهر فيه له أمواج. وهلأ رح أدخل أنا وياكم على المول وفرجيكم الجدران والسقف. يعني السقف كلياته رسومات بتاخد العقل، ألوان ساحرة. وهذا المول صراحة هو أشهر معالم روتردام، لأنه بيجمع بين التسوق والأكل والهندسة المعمارية اللي شايفينها. شايفين كيف السقف؟ والصراحة من الصعب أنه تزوروا هاي المدينة وما نفوت هذا المكان، يعني أبدا ما بصير نجي على روتردام وما نجي عليه. هلأ بدي فرجيكم الأكل، في غربي، في شرقي، في من كل ثقافات العالم، صيني، حلويات، في البهارات السورية والزعتر. هلأ رح فرجيكم إياها. فهلأ أول شي هي البوظة. البوظة فظيعة قد ما أنا طيبة الصراحة، بتاخد العقل. وهدول مثل الدونات هيك شي. هذا مكان إيطالي صراحة، كتير كانوا طيبين. وهون مكان الحلويات، تذكروا أيام الحميدية والعصرونية، مثل هدول الأكلات نفسهم. والحلو فيهم إنه على كل نوع كاتبين إذا حلال ولا إنه ما خرج المسلمين يعني. فالصراحة بيعطوكي كيس وكف، وانتي بتعبي اللي بدك اياه. وهون ما عبت هيك كيس مرتب، أكلنا لها إياه قبل ما هي تاكله. وهلأ هون العصائر، العصائر عن جد بتاخد العقل. هي الماتشا والسموزي وهدول كتير كانوا طيبين، كتير كانوا لذيذين. وبعدين بدنا ننتقل على مكان البهارات. شايفين كيف بنات؟ البهارات السورية، وحتى البياعين اللي فيها سوريين. وشفتوا لي الزعتر. أما عن هذا المحل فهو أكل تركي الصراحة، بياخد العقل. شايفين هاي الفطيرة؟ كتير طيبة الصراحة، كتير كتير جبنا من كل الأنواع منها. وللصراحة يعني كانت أسعارها إكسترا سياحية، بس ما في مشكلة، هو الواحد مو كل يوم بده يطلع. فهون طلعنا من النهر، وهون المفاجأة الكبرى، مرينا على نهر الماس. هذا النهر فعلا فيه سحر ما طبيعي. هي الكنائس حوالي كمان المول كتير حلوة وقديمة. والصراحة كمان من أجمل الأشياء اللي شفتها بمدينة روتردام هو نهر الماس. هذا النهر الكبير اللي بيقسم المدينة لنصين، منظر خيالي. والمي فيه مو ساكنة، انتم ملاحظين معي الأمواج؟ مو مثل باقي الأنهار، لا بالعكس بنشوف أمواج صغيرة متحركة، كأنه نحن على شط بحر.
والسبب انه النهر متصل مباشرة بالبحر، لهيك بيضل فيه حركة قوية وسفن رايحة وجاي. والأحلى من هيك إنه نحن واقفين عند النهر، شفنا مجموعة الشباب هدول 3 كانوا عم يعملوا سباق وكانوا بيربحوا شيء يعني. رحنا لقدام وسألنا، فهن بيعملوا مثل سباق بيقارب هذا المطاطي، اللي بيوقع بيطلع برات اللعبة، واللي بضل انه هيك لحتى يضل واحد منهم هو اللي يفوز. فهذا السباق انه صراحة يعني اكيد ما رح يكون غير لناس متمرسة وبتعرف منيح منيح تسبح. انا هون وقت بناتي واقفين قال لهم ماما بعدوا لا تجي موجة تروحكم، يقولوا لي ماما ما تخافي في سياج ما تخافي. سبحان الله المي شوي هيك غدارة وبتسحب الواحد، ويا رب تحميكم وتحمينا وتحمي يا رب الجميع. فهون بعد ما خلصنا من هذا النهر ومن المول، وطبعا يعني تنقرشنا هنيك كتير بشغلات، فما بدنا نتغدى. هون حملنا حالنا ورحنا على القناة. هي القناة الأكبر بأوروبا، والصراحة من أحلى التجارب إنه نروح عليها. هون بنلاقي سفن وقوارب سياحية بتنطلق بجولة تقريبا ساعة. سألنا إنه قالوا لنا ساعة، يعني أنا وبناتي ما رضينا نطلع، لأنه هديك المرة ملينا بأمستردام إنه ساعة كاملة. فسألناهم إنه بصير إنه بس نص ساعة، قال لا ما بصير إنه غير ساعة كاملة، فما رضينا نطلع. قلنا قبل بيوم كمان كنا طالعين بقارب بأمستردام. فهون قلنا هي الرحلة اللي حتكون للاستمتاع والاسترخاء. شايفين في هون مقاعد وفي لقدام، لا أنا حبيت أقعد بهذا المكان. هون جبنا بوظة وقعدنا أنا والبنات وأبو البنات كمان، الله يا رب هيك يخليكم كل حبايب قلبكم. وشوفوا لي على هالأمواج ما شاء الله، عن جد بتاخد العقل. ومثل ما لاحظتوا معي حوالي هي القناة الأبنية وناطحات السحاب، يعني بتحسي حالك وكأنه ب بدبي يعني. الصراحة أنا بتسحرني دبي ببناء يعني. فنحن بألمانيا ما عنا هيك أبنية الصراحة لهالدرجة هيك عالية الله العالي. فبما أنه ما طلعنا جولة بالقارب، خلينا تكون هيك قعدة استرخاء واستمتاع واسترخاء يعني. قلت لهم للبنات خلينا هيك ربع ساعة ما نحكي ولا كلمة وما نحكي ولا حرف ماما، عن جد. لأنه أنا من جوا كتير كنت حاسة حالي إنه بحاجة إنه هيك أتأمل الطبيعة، اسكت ما أحكي. وهي رمز عندهم إياها، إنه بيجوا العالم بيلبسوها وبيتصوروا فيها. فهون ما قالت لي ماما صوريني ماما صوريني، فصورت لكم إياها. وكتير حلو كان الحذاء. وهون ما شاء الله بطريق الرجعة شوفوا لي على هالمنظر والله يعني ببل القلب. بس أنا لو ما شفت زوجي تعب إنه وبده يروح قبل ما تصير الدنيا ليل، بدي أقول له نزلني وخلينا نقعد هون نسهر. بس قلت لا يا بنت، وصراحة أنا بخاف من ضفاف الأنهار مشان الأولاد، فخفت على بناتي. وهلأ رح لكم إذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من دعمكم، دعمكم كتير بهمني. وشكرا لكل صبية عم تكتب كلمة حلوة، شكرا لكل صبية عم تعمل لايك، شكرا لكلياتكم لأنه عم تعطوني دافع للأمام وخليني اشتغل على حالي أكتر. وحبيت فرجيكم كل يوم بيومه كرمال تعيشوا معي التجربة، حتى لو من وراء الشاشة. بس أيام الواحد بينبسط من وراء الشاشة، مثل ما نحنا إنه بننسعد وقت بنشوف مسلسل بيعجبنا، ولا مناظره حلوة، ولا طبيعة الكلام فيه حلوة. فنحن بالنهاية بشر، حتى لو ما عشنا التجربة بنحب نعيشها من وراء الشاشة. وهلأ صار لازم أختم الفيديو وإلكم مشاهدة ممتعة. بشوفكم بالفيديو القادم مشان نكمل سلسلة رحلتنا على هولندا. طبعا رح تقولوا لي ليش ما كملتينا، لأنه الصراحة رجعنا فارطين وما صحت نصور شيء، وحتى غدا ما تغدينا. بس هيك سهرنا على التراس وعملت فنجان قهوة وما كنا قدرانين نتغدى ما شاء الله من كتر ما هنيك نقرشنا. وهلأ رح لكم باي باي.